السلام عليكم يا أبطال. النهارده هنتكلم على حاجة كلنا بنحبها وبنكرهها في نفس الوقت. أيوة صح، النوم. هل تعرفوا إن النوم مش مجرد راحة لكنه سر من أسرار صحتك؟ طب تعرفوا إيه اللي بيحصل لو ما نمتش؟ في سنة 1965 واحد شاب أمريكاني اسمه راندي غاردنر قرر يعمل تجربة غريبة، ما ينامش لمدة 11 يوم، يعني 264 ساعة من غير ما يستخدم أي منشطات. أشرف على التجربة مجموعة من العلماء عشان يشوفوا التأثير اللي ممكن يحصل لو الواحد ما نامش. في اليوم التاني عينيه فقدت التركيز، يعني كان بيحاول يشوف حاجة والعين بتقول له مش عارفه يا معلم. في اليوم الثالث فقد القدره على التعرف على اشياء باللمس، يعني لو مسك كوبايه يقول هو انا ماسك جزمه، مساله معقده جدا. في اليوم الرابع فقد توازنه، بقى ماشي يتكعبل في الهواء زي الحصان اللي علق في السيراميك. في اليوم ال11 والاخير بقى بيهلوس وخلاص، الراجل بقى موت زومبي. لما التجربه خلصت نام 14 ساعه و40 دقيقه، بعدها صاحي بصوره طبيعيه. بس العلماء قالوا لا يا جماعه، النوم ده مش هزار. احنا بننام بسبب الاشارات اللي بتولدها جسمنا، بتعرف الدماغ اننا تعبنا، والاشارات اللي بتحاكي المحيط اللي حواليك بيعرفك ان خلاص الليل جه. بعدها بتزداد المركبات الكيميائيه للنوم زي الايدونوزين والميلاتونين، وده اللي بيدخلك في حاله النوم الخفيف. اول ما تصحى الخلايا بتنشغل باستهلاك مصادر الطاقه، وده بينتج عنه مركبات ثانويه منها الادينوزين، ومع تراكمها بتزداد رغبتنا في النوم. واحيانا المرحله دي بيسموها ثقل الجفنين. فخلي بالك، الكافيين اللي هي القهوه بتعمل كمضادات للايدونوزين المسبب للنوم. النوم ليه مرحلتين: نوم بدون حركه العين السريعه، الجسم بيبدا يصلح نفسه وضربات القلب بتقل والعضلات بترتخي. تاني مرحله نوم حركه العين السريعه، هنا بيحصل الحلم والدماغ بيشتغل على الذاكره والتعلم، وهنا بيبدا اصلاح الدماغ وبيعيد جسمنا تجديد نفسه ليوم جديد. ازاي النوم بيخلص الدماغ من السموم؟ العلماء اكتشفوا حاجه اسمها الجهاز الليمفاوي، ده بيكون آلية للتخلص من التراكم بين الخلايا، وده بيكون عباره عن اوعيه لا مفويه في الدماغ، وبتشتغل كممرات للخلايا المناعيه، وبتلعب دور مهم جدا في تنظيف الدماغ من المخلفات والسموم اليوميه اللي بتكون متراكمه. يعني النوم هو اللي بيخليك تصحى نشيط وكله تمام. في احصائيات بتقول ان 30% من البالغين و66% من المراهقين يعانون من قله النوم، وده بيسبب اضرار منها ضعف التركيز، يعني ممكن تفتح الثلاجه وتنسى ليه فاتحها، تقلبات المزاج، طباع عصبي على اتفه الاسباب، ضعف المناعه، اي فيروس هيقابلك في الشارع هيسلم عليك، زياده خطر الامراض زي السكر والقلب. في الحالات القصوى بقى قله النوم ممكن تؤدي للوفاه. في 2014 واحد قرر ما ينامش لمده 48 ساعه عشان يشوف مباريات كاس العالم، للاسف اتوفى بسبب سكته دماغيه. الدراسات اثبتت ان النوم اقل من 6 ساعات يوميا لفترات طويله بيزود الخطر الاصابه بالسكته الدماغيه 4 مرات مقارنه بالناس اللي بتنام من 7 ل 8 ساعات يوميا. فاوعى تلعب في عداد نومك يا محترم. في مرض نادر جدا اسمه الارق العائلي المميت، وهو اضطراب وراثي المصابين بيه ما بيعرفوش يناموا نهائيا. مع مرور الوقت المرض ده بيؤدي لفقدان الذاكره وهلوسه، وبعد شهور او سنوات قليله بيتوفى الشخص المصاب بالمرض ده. الحمد لله انه مرض نادر. واحد يقول لي هندسه، ما انت شكلك سهران اهو ما نمتش. انا رجل وطواطي زي باتمان كده. فخلاصه الكلام، النوم مش رفاهيه، ده ضروره اساسيه. لو ما كنتش بتنام كويس يبقى لازم تغير عاداتك، عشان قله النوم بتاثر على صحتك العقليه والجسديه، وبتزود خطر الوفاه المبكره. فخليك حريص على 7 ل 8 ساعات نوم كل ليله، وبلاش تسهر على السوشيال ميديا. واذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا ابطال.